السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سباركس، عاملين ايه؟ انا جولان. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن عالم هندسة القوى الكهربائية، وقلنا ان في باب اغلب الناس بتدخل منه المجال ده، وقلنا ان الحلقة دي هنفتح فيها الباب ده. واول ما بنفتح الباب بنلاقي عمال، معدات، موردين، مهندسين. وسط كل ده في شخص لازم يكون فاهم كل حاجة بتحصل، ولو غاب يوم الدنيا تتلخبط. ده مش مدير المشروع ولا المصمم، ده مهندس الموقع. قبل ما نوصل لمهندس الموقع لازم نفهم المشروع بيمشي ازاي. أي مشروع كهربا بيمر بمراحل. أول مرحلة المالك، هو صاحب المشروع، هو اللي عايز يبني مصنع أو مول أو محطة. تاني مرحلة الاستشاري، بيحدد المتطلبات العامة والمعايير اللي المشروع بيمشي عليها. تالت مرحلة مهندس التصميم، بيحسب الأحمال، بيختار المعدات وبيرسم المخططات. رابع مرحلة المراجعة والاعتماد، ده مهندس كبير بيراجع التصميم ويتأكد إنه مطابق للكود. خامس مرحلة المكتب الفني، بيطلع الرسومات التنفيذية التفصيلية. سادس مرحلة إدارة المشروعات أو شركة المقاولات، ودي اللي بتنظم الجدول الزمني وتحط الميزانية. بعد كل ده الملف بيوصل لمهندس الموقع. يعني مهندس الموقع مش البداية، هو نقطة تلاقي كل دول مع بعض. مهندس الموقع هو اللي بيحول التصميم من ورق لشغل حقيقي على الأرض. بس عمر الكهرباء ما بتشتغل لوحدها، لازم ينسق مع المدني والميكانيكا ومكافحة الحريق والموردين. أي تعارض بسيط ممكن يأخر مشروع كامل. مهندس الموقع مسؤول عن حاجات رئيسية، أولها فهم الرسومات، زي سنجل لاين دايجرام، مخطط بسيط بيوضح مسار الكهرباء من المصدر للحمل. وكمان اللاي اوت دراون، رسم بيوضح أماكن المعدات والكابلات في الموقع. وكمان الشوب دروين، رسومات تنفيذية تفصيلية بنشتغل بيها في الموقع. تاني حاجة متابعة التنفيذ، من تمديد كابلات، تركيب لوحات، تركيب محولات، التأكد من التوصيلات. مش هو اللي بيمسك المفك، لكن هو اللي بيتأكد إن الشغل بيتعمل صح. تالت حاجة مطابقة الشغل للمواصفات، كل مشروع بيكون ليه كراسة شروط ومواصفات لازم التنفيذ يمشي عليها، ولو التنفيذ مخالف المشروع ممكن يترفض. رابع حاجة السلامة، بيتأكد من المعدات ومن سلامة العمال ومن كل حاجة تقريبا موجودة في الموقع، وخصوصا الجهود. عندنا نوعين من الجهود، اللو فولتج وده جهد منخفض، وده اللي بيكون عندنا في البيوت. وتاني نوع الميديوم فولتج، ده جهد أعلى بنستخدمه في المشاريع الكبيرة، وكل ما الجهد يزيد الخطورة بتزيد. مهندس الموقع لازم يتأكد إن الشغل أمان. في البوار تحديدا الغلط مش رفاهية، مهندس الموقع لازم يكون واعي إن خطأ صغير ممكن يسبب كارثة. تعالى أقولك يوم مهندس الموقع بيكون عامل ازاي. أول ما بيوصل لازم يوزع المهام ويراجع التقدم، يشوف احنا كنا فين وبقينا فين. في خلال يومه بيتابع التنفيذ وبيحل مشاكل مفاجأة، بيحصل تعديلات بسيطة في الموقع، بيتكلم مع المكتب الفني. وفي نهاية اليوم بيدي تقرير يومي وبيقيس نسبة الإنجاز وبيوثق أي مشكلة حصلت. عشان أي حد يشتغل الشغلانة دي محتاج لمهارات فنية ومهارات شخصية. وتعالى نبتدي بالمهارات الفنية اللي هي التكنيكال. هنا مش هقولك اتعلم ايه في التكنيكال وخلاص، لكن هقولك كمان مفتاح لكل حاجة فيها. أول حاجة أنظمة القوى الكهربائية، والمفتاح هنا تفهم الرحلة الكهربائية من المصدر لحد الحمل. تاني حاجة المحولات، المحولات هو جهاز بيغير مستوى الجهد. المفتاح هنا افهم العلاقة بين القدرة الكهربائية والجهد والتيار. تالت حاجة القواطع، القواطع أجهزة حماية بتفصل الكهرباء لما بتحصل مشكلة، والمفتاح هنا فكر فيها كجهاز حماية مش كمفتاح عادي. الكابلات، والمفتاح هنا التيار هو اللي بيحدد مساحة مقطع الكابل، تيار أكبر مساحة مقطع أكبر. رابع حاجة قراءة الرسومات، المفتاح هنا اسأل نفسك دايما الكهرباء جاية منين ورايحة فين. تعالى نتعرف على المهارات الشخصية، السوفت سكيلز، ودي أحيانا أهم من التكنيكال. ولازم هنا يتعلم تواصل، اتخاذ القرار، إنه يتحط تحت ضغط، إنه كمان يكون شخصية قيادية، وينظم وقته. الموقع مش بس كهرباء، الموقع بشر ومسؤولية. والمهارات دي كلها هتتشرح في بلاي ليست السوفت سكيلز، منساش تشوفها. الشغلانة دي لها عيوب ولها مميزات، فخلينا نبدأ بالعيوب. أول حاجة المهندس ده بيتعرض لضغط تسليم ونقص في المواد وأخطاء موردين وتعرض في التصميمات وتغييرات مفاجئة، وأحيانا هيتحمل غلط مش بتاعه، وده جزء من اللعبة. أما بقى المميزات، فأنت تطلع من الشغلانة دي عندك خبرة عملية قوية جدا، وفهم شامل للمشروع، وشبكة علاقات قوية، وسرعة في التعلم. وكمان هيكون عندك خلفية ممتازة إنك تبتدي أي مسار بعد كده. كتير من مدير المشاريع والاستشاريين وحتى المصممين الكبار بدأوا من الموقع. تعالى أقولك امتى الشغلانة دي تناسبك وامتى لأ. هتناسبك لو انت بتحب الحركة، مش بتحب المكتب طول الوقت، لو انت بتتحمل ضغط، لو انت بتتعلم من الواقع. مش هتبقى مناسبة ليك لو انت بتحب الروتين ومبتحبش تتعامل مع الناس كتير وبتتوتر بسرعة. تعالى أقولك ليه اخترنا كمان ان ده يكون أول باب. لأن مهندس الموقع بيشوف التصميم، بيشوف التنفيذ، بيشوف الإدارة، وبيشوف المشاكل. هو أكتر شخص بيتعرض للصورة كاملة. وعشان كده ناس كتير بتبدأ هنا وبعدين تختار تكمل في مسار مختلف. مهندس الموقع هو المدرسة الحقيقية لعالم الباور. ممكن تتعب فيها، لكن لو عديت منها صح هتطلع مهندس تقيل فعلا.
النهاردة فتحنا أول باب، باب التنفيذ، باب الأرض، باب الواقع. في الحلقة الجاية هنروح للجانب التاني من الصورة، الشغل اللي بيبدأ قبل الموقع أصلا. مستعد للباب التاني؟ لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتقولنا في التعليقات ايه هو الباب الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.